هنا يا ست بنات. اتفضلي يا ست. ألف هنا وشفا. حبيبي يا معلم وجدي تسلم. بعديها بعد ما تخرج مش هتخش. عايز حاجه مني تاني؟ يا ألف شكر يا باشا. تعالى كل. ألف هنا. هنا يا ست بنات هاتي. بعد ما تهدى. ماشي يا بيه. ألف هنا وشفا. صباح الخير يا عم تدرس. يا صباح العسل والفل على أجمل بنوتة في الحارة كلها. هات 3 جنيه شوية فول في الطبق ده. من عينيا يا ست بنات هاتي. اتفضلي يا ستي. أي خدمة تانية؟ شكرا يا عم حبيبي يا عم تدرس، انت يا عسل. حبيبتي انت العسل. ودي كمان عصرة ليمونة اهي من عندي اهي تستاهل بق. جيب بقى ليمونه يا عم تكبر، انت عمال توزع ليمون. ما انت لسه واخد يا بيه. اتفضل يا باشا. بصل بس. ماشي يا باشا اتفضل. حمل نفسك من البصل، ريحتك الراجل هيطفش منك. خد يا عم تدرس هات يا حبيبي. 5 جنيه وهات الباقي. عينيا يا ست بنات. اتفضلي يا ستي. ادي 2 جنيه اهم. ايه ده غلط الحساب كده؟ هو انا يعني عشان طفله صغيره يا عم تدرس تضحك عليا؟ ازاي بس؟ مش انت عاوزه ب5 جنيه فول؟ اه. عايزه 3 جنيه فول اقصد؟ اه. طيب يبقى كام من 5 جنيه؟ 2 جنيه. لا غلط، المفروض يبقى باقي 7 جنيه. 7 جنيه ازاي بس؟ معرفش، بابا قال لي كده هترجعي وتجيبي معاكي 7 جنيه. يا حبيبتي ده بيهرج معاك. هو عملها فيكي تاني؟ انت متاكد انه بيهرج ولا هيطلع يضربني؟ هو حد يقدر يضربك وانا موجود؟ مش انا على طول بدافع عنك؟ الصراحه هطلع وربنا يستر. هات اتفضل. 2 جنيه. بقول لك ايه، ما تنسيش العزومه بالليل. قولي لابوكي عم متدرس بيفكرك بالكراسي. حاضر يا عم تدرس. حبيبتي قولي مش هنخلص منك النهارده باين علينا. مفيش عيش. ألف هنا بيه. 5 جنيه بس حبيبي. أي خدمة يا باشا. تسلم يا باشا. كده بقى 10 جنيه كمان. شفت؟ ضيافة البيت. اتفضل يا باشا. 1000 هنا. خد ليمونه بيه. كمان كل ده ب10 جنيه؟ ماشي يا باشا. عايزك بس تقول للست نور ان انا اسف ان انا النهارده. ربنا يستر. سلام يا بيه. صباح الفل يا عم تدرس يا صاحب اكبر واشهر مطعم متنقل فيك يا حاره. صباح الفل يا ناصر. يا فتاح يا عليم يا رب. ايه نازل بدري يعني النهارده؟ ايه السؤال ده يا عم تدرس؟ هقفل بدري عشان العزومه بتاعت بالليل. اصيله واد يا ناصر. فيك الخير. يا عم تدرس انت خيرك مغرق الحاره كلها. حاسب بس الفول يا اخي. بس قول لي، هي الدكتوره نور بنتك متاكده من اللي هتعمله ده؟ بص يا ناصر يا ابني، انا ربيت بنتي على عزه النفس والكرامه، وانا فاهم هي عايزه تعمل ايه كويس. بس انا مش مطمن يا عم تدرس، يعني خايف النهارده اليوم يتقلب. ربك يصلح الحال. بنت كبيره وعاقله وهي فاهمه هي بتعمل ايه. ربنا يستر ويكمل فرحتها. ربنا يخليك. شفت بقى كنت هتنسيني. خير. يا سلام. اتفضل يا عم. حبيبي. جلابيه ايه مكويه وزي الفل. تسلم ايدك يا ناصر. خد يا معلم. انت امسك. بتعمل ايه يا راجل؟ انت بتشتمني؟
يا ابني يا استفتاح يا ابني. استفتحي بس، هاخد منك فلوس عشان كوت جلابيه خطوبه بنتك؟ دي خطوبه دكتوره الحاره كلها، نخدمكم بعينينا. اصيل يا ناصر، فيك الخير. استنى بقى اعمل لك سندوتشين فول ترب بيهم عظمك. اهو ده، فهمني يا عم تدرس، بس زود حبه طحينه. عينيا. اتفضل يا بيه. تسلم ايدك. عم الياق شد. صباح الورد يا ابو العروس. صباح الفل يا اخويا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ في ايه؟ اسحب. انا عاوز النهارده تاخدوا لي بنتك الدكتوره نور والحاره تبقى مضلمه. ايوه يا ابني، بس الحاجه دي كده مكلفه قوي عليكم. مكلفه ازاي يا عم تاجر؟ انت عامل ساعتنا، ايه ما تجيب الزكاه زمان وكده؟ ايه الوقت اللي اديتك الجنيه؟ ما هو كتر اكل الفول ده اللي خلاك تخش تفتح كده وتاخد السندوتشات من غير ما تقول. لا بس برضه يا جدعان كده كتير عليكم. ما خلاص بقى يا عم تدرس، ما تعرفناش، دفعنا 8 جارهم وخلاص. يلا يا عم، يلا تعالى، يلا ساعدني. عقبال فرحكم يا رجاله. حبيبي تسلم. حاجه فين؟ صباح الفل يا حاره فل. ايه سادة النفس اللي على الصبح دي؟ ام جلان بجد ونص لسان بنتها معاها. والله العظيم على الصبح. اتفضل يا عم تدرس. ايه ده؟ الكتاب بتاعي علشان اهل عريس بنتك يشربوا فيه العصير. تسلم ايديك، ربنا يخليك. بصراحه يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. ما تقولش حاجه يا عم تدرس، دي الدكتوره نور دي بنتنا كلنا واختنا وكلنا فرحانين بيها. ده كفايه انها شرطت على عريسها انه يجي يتقدم لها هنا في الحاره وسطينا. بس انا مش مطمن برضو يا جدعان. بس يا مكواجي يا كئيب. انا مكواجي كئيب يا خياطين نص كم انتوا؟ اسكت لحسن خيط لك بقك بالابره والفتل. ليه يا اختي؟ هو انا بقي مخده؟ بس يا ابني، في ايه؟ عيب كده ما يصحش. ايه يا عم تدرس، ما اللي بدأت الله؟ معلش يا ابني. ما انت اللي كئيب على الصبح، قال انا مش مطمن، قال يا عديم التفاؤل. خلاص يا شايف؟ بنتي، خلاص يا حبيبي، ما كانتش كلمه الراجل قالها. لا يحافظ على كلامه ويخلى عنده الجنس. جنس واو جرى دي ايه بس. جرى ايه؟ هو كل يوم نصحى على خناقك يا انت دي وهي؟ الصباح. بس هو كل يوم نصحى على خناقك انت وهي؟ عايزين ننام يا حاره جالك انتوا، صوتكم خارم الحيطه وداخل في دماغي. اهو عاجبكم كده؟ ادينا مش هنخلص من وش سعازمي. معلش يا ابني، خش انت كمل نوم، ما تشغلش بالك. هو انا شايف فيها نوم يا عم تدرس؟ ايه؟ ما تقوم يا اخويا تعمل لك حاجه بدل قعدتك في البيت دي طول النهار. اسكتي لا ياكلك. انا لو قمت هقوم عشان حاجه واحده، هقوم عشان حاجه واحده بس، هبلغ عنك مستشفى النسناس شرغايه انت وبنتك. واو بس يا عم القرد انت. او عاجبك طولة لسانه دي يا عم تدرس؟ معلش يا ست ساميه، امسحيها فيا، يعني هو جديد علينا؟ صباح الفل. صباح الجمال. على صباح الفل الخير. يا عروستنا. صباح الخير يا تجار. ايه اللي بيحصل هنا ده؟ شباب الحاره يا ستي صمموا ان هم يجي النهارده يزينوا الحاره عشان خاطر عريسك وابوه اللي جايين. احلى شباب واحلى رجاله. عشت يا عمده. تسلم يا ايمن. عشت يا ماجد. ده احلى يوم، وحاسك الحاره دي بعد نص ساعه تبقى احلى واجمل من اي قاعه في البلد. الحاره دي جميله بيكم انتوا وانا بفتخر بيها، وده كان شرطي للعريس انه يجي يتقدم لي وسط اهلي وناسي. بس يا دكتوره برضو انا خايف. يوه، انا عارفه اللي في دماغك كويس يا عم ناصر. عريسي ابوه رجل اعمال كبير، وصعب ان هو يجوز بنته لواحده في مستوايا. ما قلت لك حط لسانك بقى جوه بقك. بس يا نسانيسو. بالعكس يا خالتي ساميه، عم ناصر بيتكلم في الصح، وده كان شرطي علشان اوافق على العريس واعرف اذا كان شاريني وبيحبني ولا لا، انه يجي هنا ويشوف كل حاجه على حقيقتها عشان ما كنتش خدعتهم في اي حاجه. اصيله يا بنتي. وده عين العقل يا بنتي، ويا رب اقدر اشرفك النهارده قدام عريسك وابوه. يا بابا انت على طول مشرفني، وانا بفتكر ان انا ليا اب نحت في الصخر عشان يديني شهاده عاليه. ما تخافش يا بابا، اللي انت زرعته فيا هتشوف نتيجته كويس. حبيبتي. هو اصلا رجل الاعمال ده يطول انك تبقي مرات ابنه؟ ده انت دكتوره قد الدنيا وكلنا بنفتخر بيكي ورافعين راسنا
على حسي. حتى الولاد الصغيرين واخديني قدوتهم ومثلهم الاعلى. يا حنينه انت. ايه دي الليله الزرقاء اللي عامله زي كل الصباح؟ يا دي الصباح. يا جدعان حرام عليكم، هو احنا مش هنعرف ننام ساعتين في يومنا المخبر ده؟ ايه جرى ايه يا عم عزمي؟ احنا بقينا الظهر، هو انت مش هتقوم تساعدني النهارده ولا ايه؟ اوه دايما بتحرجيني بذوقك يا دكتوره عشان خاطرك انت بس. عم تدرس بقول لك ايه، قول. ناولني سندوتش فول عشان انا بص صاحي مش جاي الين بيه معدتي. لا خلاص مفيش وقت، انا هلمها خلاص وهمشي. قول لها كام ساعه والضيوف توصل. خلاص يا عم، هو انا ايه بطلب اوردر من تبعي؟ انا عامل حسابي. خلي بقى التبع ينفعك بعد كده. بابا لو سمحت ما تشيلش العربيه، سيبها. ازاي يا نور يا بنتي؟ ما يصحش. لا عشان يا خاطر بابا. الضيوف يا ماما. لا يا بابا لو سمحت، انا عايزاهم يجوا ويعرفوا ان القدره دي هي اللي ربتني وخلتني دكتوره. لا يا نور كده كتير. طب بلاش عشانك انت، عريسك ذنبه ايه يتحرج قدام اهله؟ ما هو ده اللي انا عايزه اعرفه، هل هيتحرج ويتكسف من مراته واهلها ولا هيفتخر بيها وباهل مراته؟ ياه فكرتيني بامك الله يرحمها، كانت عنيده وراسها ناشفه زي كده، بس كانت بنت اصول برضه زيي. الله يرحمها يا بابا. احلى عروسه في الدنيا. خد يا عم تدرس الحاجات اللي طلبتها ايه. مش وقت يا صفاء، مش وقت، روحي دلوقتي. ايه ده يا عم تدرس اللي هيحصل يعني. ايه ده يا خالتي صفاء؟ ايه يا نور؟ دي حاجه بيني وبين صفاء، ما تشغليش بالك انت بيها. هاتي هاتي يا صفاء، يا لازم يعني تجيبيها قدامها. ايه؟ ايه ده يا خالتي صفاء؟ ممكن تقولي لي؟ دي كنسات بيبسي وسيفن، ودي اكل ايه؟ كفته وبانيه وبفتيك. عم تدرس قال لي حضرهم عشان العزومه بتاعت بالليل. كده يا بابا، كنزات وكفته وبانيه وبفتيك وكنسات وبيبسي وسيفن. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده خالص. خلاص يا بابا. بصي يا نور يا بنتي، انا طوعتك في كل حاجه الا الحاجه دي. دول ضيوف يا بنتي، واكرام الضيف واجب علينا حتى لو هنشحت ونستلف. لا يا بابا، انا عايزاهم لما يجوا ياكلوا من الاكل اللي احنا بناكل منه. اكل ايه يا دكتوره؟ انت عايزه رجل الاعمال ابو العريس نقدم له عطعشه طبق فول بزيت الحار ومخلل كمان يا عم ناصر. لا يا بنتي مالكيش حق، ابوكي يا عم تدرس بيتكلم في الصح، كله الا كرم الضيافه. ايوه كده يا جدعان، عقلوها. يا جماعه انتوا برضو مش قادرين تفهموني ليه؟ طب لو جه النهارده واكلناه كنزات وكفته وبفتيك زي ما انتوا عاملين ومشي، وجه تاني مره، هنعرف نعمله لنفس الاكل؟ ولا لو حصل اصلا نصيب واتجوزنا، هل كل ما عريسي يجي وابوه يزورنا نعمل له نفس الاكل؟ لا طبعا. لا. الدكتوره عندها حاجه يا عم تدرس. تقول لك ايه؟ وكلامها صح يا راجل. هات يا راجل الاكل ده، ها هتشيله عني ما تقلقش. تاخد سميتك؟ طيب كده كتير يا نور، بس اللي انت شايفاه صح اعمليه. انا عارفه انا بعمل ايه كويس يا بابا. الاكله دي تمنها غالي قوي علينا يا بابا، ده احنا حتى ما عندناش ثلاجه نشيل فيها الاكل. انا عندي ثلاجه 4 جاده، هاتيه بس لما تشيله عندي. ماشي ماشي يا عم عزمي، هات يا بابا الاكل. خد يا مش عايزين صميم. خد يا عم عزمي، وشكرا على الخضه. من يد ما نعدمها يا دكتور، احنا متاسفين. اوعى يا عم عزمي، احنا متاسفين. طب حته يا عم عزمي. اوعى يا توجع الفله، ده انا سندها بالعافيه يا عم عزمي. اوعى يا انت واقف كده زي خالي المتع تعمل ايه؟ خد الاكل وخلع المحظوظ. طب ايه يا عم بخه؟ الاكل كله كده يا نور براحتك، اللي انت شايفاه. ايمن ايوه خد عماد وماجد، يلا روحوا هاتوا الكراسي عند بشاره، هو مجهزها دلوقتي. حمامه وكون عندي. يلا يا رجاله. قولي لي يا خالتي ساميه، عملتي ايه في الفستان؟ جاهز يا عروسه، ضيقتهولك وخليتهولك ايه على مقاسك بالظبط. تسلم ايديكي. هاتي يا بنتي. عقبال فستان بنتك يا رب. مبروك عقبال يا كده ما حبيبتي. تلبسيها بدله الاعدام ان شاء الله. مين يرد عليك يا عم ناصر؟ تعرف ليه؟ عشان انت قد ابويا بس. لا مؤدبه يا بنت. حلو قوي. تسلم ايديك يا ست الكل. مبروك يا عروستنا. هقول لك دلوقتي. حتى انت كمان يا اموره. طب يلا دخلوهم جوه هنا.
النهارده يا شباب. يدخلوا الحاجات دي فين يا بابا؟ لا بقى. ايه يا نور يا بنتي؟ هيكون فين يعني؟ جوه في شقتنا. مش هينفع يا بابا. هو ايه اللي مش هينفع يا نور؟ مين قال اصلا ان احنا هنقابلهم جوه في الشقه؟ امال هنقعد عريسك واهله فين يا حبيبتي؟ هنا في الحاره. حرام. لا ده انت مخك حصل له حاجه. عايز تقعدي الناس في الشارع يا بنتي؟ مش الدرجات دي يا نور. انا عايزاه يا بابا لما يجي يشوف الحاره اللي انا اتربيت وكبرت فيها ويعرف كل حاجه على حقيقتها عشان ما كنتش خدعتهم في حاجه يا بابا. لا يا نور، انا مش موافقك بصراحه كده. انت بتهزقي ابوكي. معاش ولا كان اللي يهزقك ولا اللي يقول عليك نص كلمه يا ابو الدكتوره نور. بصراحه بقى يا نور يا بنتي ابوك عنده حق. مالكيش حق يا بنتي نقعد الناس كده اهو في الشارع. ادي العيبه. يا جماعه افهموني، لازم نفتخر باصلنا مهما كان. لازم نرفع راسنا سواء كان غني او فقير، مكواجي ولا خياطه ولا حتى بتاع فول. لازم كلنا نفتخر بنفسنا ونرفع راسنا. وانا عمري ما بخجل من اصلي، بالعكس انا دايما فخوره بيه. ايوه يا بنتي، بس انا خايف ان ابو عريسك يتصدم ويمشي ونكون احنا السبب فشل جوازك يا دكتوره. باي على التشاؤم يا باي، ده انا هتجنن. كده يا بنت. بالعكس يا عم ناصر، عارف ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هفرح واحمد ربنا واشكره كمان. يحمد الله. لان علشان جوازتي تكون مرتاحه لازم عيشتي تكون مرتاحه، ولازم يعرف كل حاجه على حقيقتها. خلاص يا جدعان سيبوها على راحتها. يلا بينا نجهز عشان نضيف على وصول. انا هشوف. ايه ده وجيه يا بابا. ده هنا وصلوا على اول الحاره كده. طب يلا يلا نجهز بسرعه بسرعه. العريس ابوه الغالي وصل يا جدعان. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل ده؟ دي الكهرباء فصلت من الحاره كلها. ايوه هو الواد سيد الكهربائي تلاقيه قطع الكابل زي كل مره. طب يلا انتوا مستنيين ايه؟ اللي معاك الشاف شغله. ايوه انت بتتكلم صح. انا مش معايا كشاف. انا معايا. ولع. يلا انا مش شايفك. ولع الكشاف. ايه ولعتوا الكشاف؟ هو عم ده خطف ولا ايه؟ ليه؟ هتلاقيه جاي دلوقتي. يا جدعان انا مش شايف حاجه. تعالى يا عم. ايه اللي حصل يا جدعان؟ عليك يا عم. تعالى يا عم تدرس احنا مش شايفينك. ما لحقتش البس حتى. في ايه اللي حصل؟ معلش يا عم تدرس والنور قاطع. بقى ده يوم يحصل فيه كده يا جدعان؟ معلش يا عم تدرس. ثانية واحدة وهروح اجيب الواد سعيد من جفاه يرجع اللمض من تاني. وسع يا اخلص بسرعه. وسع يا وحياتكم يا جدعان اللي معاه موبايل في كشاف يشغله بسرعه. ده فرح نور ما ينفعش يبقى ضلمه. وسع يا ابني. تلاش يا عم تدرس، كل حاجه انت مرتب لها حصرت. بس هو فين العريس؟ العريس يا سيدي قاعد هو وابوه في العربيه، مش عارفين يركنوها فين. يا ساتر استر يا رب. ايه شايف ايه؟ ابو العريس ركن خلاص. انت عارف انا من ابو العريس ده اضربكم كلكم بالنار. تصدق ما حد عايز ضرب النار الا انت يا فقر يا نحس يا بومه. بس يا خياطه نص كم. بس ابوس ايديكم، انا فين اللي مكفيني؟ ارحموني بقى. اي خدمة يا عم تدرس يا عسل يا ابو العروس. استنى وفين جيب يا عم تدرس يا ابو العروس انت. ايه عفارم عليك يا واد يا عزم. قول لي عملت ايه؟ تعال اقعد. ايوه طمني. مفيش. رحت للواد سيد الكهربائي وخدت منه الكابل زي كل مره. فارم عليك. ايه ولقيت عربيه فخمه قوي. انت بتبص لي كده ليه؟ لقيت عربيه فخمه واقفه على اول الحاره. ايه وبعدين رحت فتحت الكبوت ووصلت الكابل من البطاريه عشان انور بيه فرع اللمض.
فرع اللوند. ايوه ايوه. ومالك فرحان بنفسك قوي كده ليه؟ عشان انا فقير. فقير؟ لقيت عربيه فخمه على اول الحاره. ايوه عربيه فخمه جواد يا ناصر. كان فيها راجل كبير كده في السن؟ ايوه كان فيها راجل كبير رخم زيك كده ورزق، وكان كل شويه يشخط في ابنه اللي جنبه. ابنه اللي جنبه؟ إيه؟ وبعدين ايوه فجعته راسي انما ايه امريكاني وقع اتخدر مكاني. يا نهار اسود. عم تدرس ايه مالك يا عم ابعدوا تادي؟ عني مش قادر اشوف. ايه انت كويس يا راجل؟ ايه ما تقلقش ده بدايه جلطه. يو. المهم كمل حصل ايه؟ الواد اتلخم في ابوه وقاعد يشوف ابوه وهو تعبان، انما الراس كانت ايه؟ حاجه كده بلدي زي امريكاني زي الفراخ البلدي اللي دلوقتي ب 200 جنيه مش عارفين نجيبها. رحت فاتح الكبوت، وصلت الكابل بالبطاريه عشان انور بيه فرع القمر. من اللولد. ايوه ضربت الراجل الكبير اللي قبها اللي قاعد جبنه من الشام اللي على اول الحاره. ها؟ وفتحت الكبوت، وصلت كابل النور بالبطاريه. ايوه ايوه هينور بس ده هيولع. انت ضربت ابو العريس يا غبي. واه يا ابوني كنت هعرف منين؟ ما هو كان ماسك لي في البيجامه دي، انت عارف البيجامه دي برزاتش وكان هيقطعها. فرزاتش فرزاتش ايه يا شحات يا فقير؟ انت بيجامه ايه؟ بوظت الجوازه يا صالم. يا خبر تصدق ما كنتش اعرف، بس معلش اني هروح اصلح الموقف. تعالوا معايا يا شباب. واحنا واقفين في موقف عبود هنا. هنا عارف انت لو وقعت منها دلوقتي هيبقى حقك. انا خلاص خلصت خلاص. حرام عليك، هو الراجل ناقص؟ اسكت انت تكتني. الراجل مش ناقص حرقة أعصاب يا أخويا. اديني سكت. شوف اخرتها معاكم. ربنا يسترها، ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. عدي يا رب اليوم ده على خير. ما تقلقش يا عم تدرس، بالك لما أبو العريس يجي ويشوف الدكتورة نور ويشوف جمالها وأدبها هيغطي على كل حاجة ناقصة هنا في الحارة. يا رب يا رب يا ست سامية يا رب. يا رب يا عم تدرس يا رب. ما تقلقش انت. تعالوا معايا يا شباب، ادخلوا معايا. على مهلكوا يا شباب. الراجل واخد راس انما ايه امريكاني. ريح يا حبيبي، جنب الورد يمكن تفوق. معلش اصل الراس المره دي كانت قويه شويه. حرام عليك يا اخي. ايوه يا بابا انا معاك يا حبيبي ما تقلقش. كلم يا وزير. احنا اتخطفنا ولا ايه؟ خدوا كل فلوسنا بس سيبونا نعيش. ايه يا ابو وجيه؟ شد حيلك. انت هنا في ما تقول له عم تدرس ساكت ليه؟ هقول له ايه يا ابني؟ راسي. معلش معلش يا عزيز بيه، استريح استريح، ما حصلش حاجه، حاجه بسيطه. معلش يا جماعه احنا حصل لنا موقف كده واحنا في الطريق، في واحد اتهجم علينا. معلش يا استاذ وجيه، ده عيل وضربناه ومشيناه من الحاره خلاص. اختفي انت لسه واقف لي. شويه ميه. ميه يا جدعان، الراجل هيروح مننا. روح يا عم ناصر هات له كوبايه ميه. حاضر. وقف ليه ده؟ اجمد كده اجمد. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك انت بتفوق ولا بتكوي؟ راسي بقى. هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟ انتوا بتطلعوا مين؟ ونور فين؟ انا يا ابني يا عم تدرس ابو الدكتوره نور. اهلا يا عم ازيك؟ اهلا يا هي فين حبيبي. نور؟ نور يا نور. اهلا يا وجيه. ازيك يا عم عزيز؟ شرفت ونورت الحاره كلها. انت نور اللي واجهني بهدلني بسببك، وحاططني في مكان انا مش عارف انا فين ومن حواليا. اهلا بيك يا عزيز بيه، شرفت. انت هنا في حاره قدره وانا هتدرس ابو الدكتوره نور. ويكون صاحب عربيه الفول دي اللي ربتني وخلتني دكتوره. ودول اهلي وناسي، ودي الحاره اللي انا اتربيت فيها وعشت وكبرت على ايدين كل واحد فيهم. وفي كل بيت كلت ونمت فيه شويه. دول اهلي وناسي. وانت يا وجيه تعرف كل ده ولا اول مره تعرفه؟ انا ماليش دعوه بالوسط ولا باهلها، انا كل يهمني نور.
وبس يا بابا. لا يا وجيه، مش انا اللي اعمل كده واسيب اهلي وناسي بعد الجواز. مش فاهم كلامك كده. يعني هعيش هنا انا وانتي ولا ايه؟ وايه اللي يمنع؟ لا بس ده ما كانش اتفقنا. وانا وافقت اني اجي واتقدم لك واجيب ابويا عشان الاصول. والاصول بتقول ان الزوجه تعيش مع جوزها. صح يا ابني. هي بس نور قصدها تقول لك انها مش من النوع اللي بتكسف من اهلها او تتعالى عليهم. اهل ايه وناس ايه اللي تتكلم فيه اصلا؟ مدفوع ايه المكان والناس اللي انت جايبنا وسطيهم دول؟ يا بابا انا فاهمك كل حاجه. انت قلت لي بس بسيطه، لكن ما تخيلتش الوضع ده. احنا قاعدين في الشارع يا افندم. صحيح مش عليك، عيب على هانم اللي بتوقع الشباب الاغنياء علشان تطلع عليهم. لو سمحت ما تتكلمش عن بنتي بالطريقه دي. لو مش عاجبك الوضع تقدر تستاذن بكل احترام من غير تجريح. استاذن من ايه؟ يا بابا لو سمحت انت فوق بقى وبطل شغل عيال. انت ناسي انت مين وابن مين؟ وانا بنتي مش قليله، دي دكتوره قد الدنيا. قد الدنيا بتاعتك ايه؟ لكن الدنيا بتاعتنا احنا بنتك صغيره قوي وممكن ما تتشافش كمان. خدوا اللي يناسبكم وبلاش تبصوا للي اعلى منكم. بقى انا احط ايدي في ايد بياع الفول؟ انت المفروض تحط راسك في الارض مني. ده كان انت بتقوله ده؟ يقول عليك بس يا ابني عيب كده. انت اتجننت يا راجل انت؟ خلاص يا ناصر. ايه يا عم الكلام اللي بيقوله ده؟ ضيف عندنا. لو سمحت حد هنا وكفايه. انا سايباك تجرح فيا وساكته، لكن نص كلمه على ابويا انا ما اسمحلكش. لا انت ولا اي حد مهما كان. انا قصدت انكم تيجوا النهارده عشان ما كنتش خدعتكم في اي حاجه، لكن اسمح لي اقول لك يا عزيز بيه ان انا اللي ما يشرفنيش اكون مرات ابنك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نور؟ ايوه يا وجيه، اللي يقلل مني ومن ابويا ما يلزمنيش، والجوازه الصح هي اللي ترفع الراس مش تحطها في الارض. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا مش موافقه يا عزيز بيه، انت وابنك مرفوضين. هو احنا اصلا اتقدمنا؟ يا بابا لو سمحت اسكت شويه، انت بتقول كلام يعمل مشاكل. صح يا وجيه يا ابني، ابوك بيقول كلام نعمل مشاكل. انا احسن منك بكتير قوي يا عزيز بيه، واغنى منك كمان. انت لما غلطت فيا بنتي كانت هتاكل قلبك لانها ما استحملش ان ابوها يتغلط فيه، لكن انت بقى لما اتغلط فيك ابنك هو كمان جه عليك ما نصفكش. عرفت مين احسن من مين يا عزيز بيه؟ الكرامه وعزه النفس اهم بكتير قوي من كل الفلوس اللي عندك. سامع يا بيه؟ قدامي مش عاوز اسمع ولا كلمه ولا حتى اسم البيت يجي على لسانك. مش كفايه العربيه اللي باظت والبدله اللي اتضربت من تراب الحاره وريحتها الكسره؟ اوعى من وشي. نور عشان خاطر اديني بس فرصه واحده وانا هصلح الدنيا كلها معاك. روح يا وجيه ورا ابوك. نور انت عارفه انا ما اقدرش اسيبك. وانت لو سبت ابوك علشاني انا مش هامن على حياتي معاك. يا نور انا مش عارف اقول لك سامحيني ولا اشكرك. من الرغم انني فقير وعايشت عيش على قد، لكن انت رفعت راسي قدام واحد كان عاوز يذلني. معاش ولا كان اللي يذلك يا ابويا يا سندي.
النور قطع تاني. يا سلام يا اختي، ما هو لازم يقطع، ما هو مشي وفك الكابل من البطاريه. مالكوا يا شباب؟ زعلانين كده ليه؟ ثانية واحدة هروح أصلح الموكب وأجيب لكم النور من تاني. تعالوا معايا يا شباب. امشي يلا. اتفضل يلا. جثة رجل يرتدي كمامة ملقاة على الأرض. طيلة ساعات لم يقترب منها أحد. الرعب اجتاح يوهان الصينية. من خلال انتشار هذه الصورة على الإنترنت اكتشف العالم الحقيقة المرة لفيروس كورونا. إيطاليا عاشت رعبا حقيقيا وما عادت الطواقم الطبية تقوى على مجابهة الوضع. ما يجري أنهكنا، ساعدونا، المستشفيات امتلأت بالمصابين، لا نستطيع فعل شيء للحالات الطارئة. We need to know what disease this infection causes and how to care for the people that are infected. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing, and it doesn't change what countries should do. رسالة أخيرة للمواطن المصري، أرجو أن احنا كلنا نكون على قدر المسؤولية والإحساس بأن هناك أزمة على مستوى العالم كله. لازم نتابع هذه الأزمة ولا نستخف ولا نستهين بهذه الأزمة ونتصور أنها بعيدة عننا وأن اللي حصل في دول أخرى مش هيحصل عندنا. لأ، لو هيبقى فيه هناك استهتار واستخفاف وأن احنا ما ناخدش بالنا من هذه الموضوعات، ممكن ان احنا يعني لا قدر الله يبقى في مشكلة لمصر. فاحنا عشان كده مرة اخرى انا بأكد كل هذه القرارات احنا كدولة بناخدها هدفنا وهمنا الاوحد، وده توجيه سيادة الرئيس. مفيش حاجة اسمها يعني اي خسائر مالية، اهم شيء بالنسبة لنا هو أرواح وصحة المصريين. من جانبها أيضا أصدرت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني اليوم بيانا لمناقشة آخر تطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إنه في إطار متابعة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعا منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة. يسري هذا القرار من اليوم السبت 21 من مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه ولحين إشعار آخر. في سياق آخر، قررت وزارة الأوقاف أيضا إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا.
اتفضل يا بيه. ها يا اولاد، ايه اخبار شغلكم جديد؟ الحمد لله يا عم تدرس، صاحب الشغل ما رضيش يخصم من مرتبنا. طب كويس يا ابني، لحسن انا سامع ان في شركات كتير قوي صفت موظفينها عشان خاطر ازمه الكورونا دي، ربنا يسترها علينا. ربنا يخليها الدكتوره نور، عامله وقايه للحاره كلها ومحافظه علينا. ده بيقولوا يا عم تدرس ان المستشفيات كلها ما بقاش فيها مكان لا يقطع حاله. يا ابني. خلي الناس تتعظ، وكفايه ظلم وافتراء. حته فيروس غير كل حاجه. عندك حق ياما، دي حتى الفيروسات بقت كتيرة قوي اليومين دول. بعيد يا حبيبتي بعيد. حاجه حلوه يا عم تدرس. طب زي الفل يا عم تدرس. الف انا حبيبي. بصلايه. خد يا حبيبي. تجيلك كورونا انت وبنتك ونخلص منك بقى. ما هي جات لنا لما شفناه. اقعد يا بنت. بس يا جدعان، ربنا يرحمنا من الامراض والاوبئه. بقول لكم ايه، ما حدش طمن على ام عزمي. الدكتوره نور عامله لها عزل منزلي ومفهماني على كل حاجه اعملها معاها وازاي احافظ على نفسي. يا خير، انت عارفه دي بتقول لي هي وزميلها الدكاتره في المستشفى قاعدين ليل ونهار ما بيروحوش بيتهم ابدا، عشان كده هي خايفه علينا في الحاره. يا رب ده كان مكتوب لنا فين ده بس يا رب. عدي الايام دي على خير. امين يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا عم تدرس. صباح الخير يا ابني. هي نور فين؟ خير في ايه؟ مش ده وجيه العريس؟ هو. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما تسيب الدكتور نور في حالها بقى. بابايا تعب جدا وجاله كورونا ومش لاقي له اي مكان في اي مستشفى في مصر، حتى مش قادرين نسفره بره، ونور الوحيده اللي تقدر تنقذه وتعالجه في البيت. ايوه يا ابني، بس النور دلوقتي في المستشفى. ما انا بكلمها مش بترد عليا، انا مش عارف اعمل ايه. لا حول الله يا رب. مفيش حد اروح له ولا في حد قادر يساعدني، وبنتك الوحيده اللي بتفهم في الطب وهتقدر تعمل له عزل منزلي. عليه الحال ده. نور جايه هنا جايه. وجيه، انت بتعمل هنا ايه؟ نور الحقيقي، بابا جات له كورونا ومش لاقي له اي مكان في اي مستشفى في مصر، ولازم عزل منزلي، وانا ما اعرفش اداويه. ده حتى عمتي خافت تاخده عندها عشان ما يعديهمش. يا حول الله يا رب. انا مش عارف اعمل ايه. في ناس كده لسه. وجيه، انت عايز ابوك يخف ويقوم بالسلامه؟ اكيد طبعا. ايه السؤال ده؟ لو عايز ابوك يخف ويقوم بالسلامه هاته هنا الحاره. ما تخافش، هنعمل له عزل منزلي وهنقف معاه لحد ما يقوم ويقف على رجليه. ده بعد اذنك طبعا يا بابا. عندك حق يا نور. روح يا ابني هات ابوك، ما تخافش عليه، هنشيله في عينينا. انا بجد مش عارف اقول لكم ايه. انتوا احسن ناس في الدنيا كلها. طب يلا يا ابني روح هات ابوك، يلا يا حبيبي. يلا يا ابني ابوك تعبان. حاضر يا عم تدرس. بس انا برضو مش متفائل يا جدعان. بس يا مكواج انت اصيله يا دكتوره نور، اصيله يا بنتي. المهم يا جماعه، احنا بتعملوا كل اللي انا بقول لكم عليه ولا لا؟ ارجوكم افضلوا لابسين الكمامات وما تقلعوهاش، واغسلوا ايديكم كل شويه. وانت يا بابا عشان خاطري لازم تشيل العربيه دي وتريح شويه من الشغل، انت ممكن تتسبب في نقل العدوى. طب وبعدين يا بنتي ناكل منين ونعيش ازاي؟ ما تخافش يا بابا، الوزاره هتصرف لنا مكافآت وحوافز علشان السهر الكتير والشغل. ماشي يا بنتي، ماله. وانت كمان ما تخافيش على ابو وجيه، هنشيله في عينينا ان شاء الله. المهم يا جماعه، هجيب لكم كل اللوازم دلوقتي، هنقف مع ام عزيز لحد ما يقوم، ولو عملنا كل الارشادات دي هنعدي كلنا من الازمه دي يا رب. عينينا يا دكتوره. طب ما فكرتيش هتعالجيه فين يا دكتوره؟ ما هو ده اللي انا بفكر فيه. لازم
مكان يكون مفتوح وبيدخل له شمس، واحنا بيوتنا كلها ضيقه. خش لها شمس هتجي فوق السطح ولا ايه؟ طب ما فيش في دماغك فكره يعني؟ وانا بفكر كده في حاجه يا بابا، مفيش غير اننا ننزل سرير في الحاره ونحطه بملايات. عايزه تعالج الراجل في الشارع يا مفتريه؟ وماله؟ مش بنتسع زينا؟ بس برضه يا عم ايمن الناس مهمات. ها يا عم. يا جماعه انتوا برضه ما انتوش فاهمين، الناس بقت ماليه الميادين والشوارع في العالم كله، والامريكان بيتعالجوا على الرصفه سواء كان غني ولا فقير. يا بابا احنا في كارثه كبيره. فعلا يا بنتي، خلاص ما تشيليش هم، هنعمل كل حاجه تقول عليها. وانا كمان هجيب لكم كل اللوازم والادويه واعرفكم على كل حاجه كمان. خلاص يلا يا جدعان، شوفوا لنا فرشه نضيفه كده للراجل، عايزين نشرفونا كده في الحاره. من عينيا هجيب لك احلى بطانيه، انما ايه زي الفل. تسلم يا ناصر. وانا هجيب لكم الملايه والمخده. عشت يا ست ساميه. واحنا هنعمل اللي نقدر عليه. يلا يا رجاله. الله ينور يا رجاله. شفتي اهل الحاره بيعملوا ايه مع الراجل؟ جه هنا وقلل منهم وهنهم. اللي احنا فيه ده خطير يا بابا، الوباء ده كشف كل حاجه عن حياتنا، شال الغطا عن دول كتير. شوف الراجل اهله ازاي ما رضيوش ياخدوه عندهم ويعالجوه. كل واحد بيعمل باصله يا بنتي واللي اتربى عليه. عندك حق يا ابو الكرم كله. ربنا يخليك يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا بابا. هما اتاخروا كده ليه؟ انا عارف. تعالى بالحاجه. تعالى. تعالى حط هنا اهو. ارمي ورا. ايوه توماس يا عاضر. نزل. الله ينور يا رجاله، الله ينور حبيبي. افرش. وادي احلى بطانيه. تسلم معلم ناصر. حط احط له بطانيه. يلا الله ينور. 100 كده، يجي يموت على طول. شكرين يا رجاله. هنعمل ايه؟ شفت الرجاله يا بابا، شفت الجدعان. 100 يا رجاله، الله ينور. الله ينور اهل الحاره. الله ينور رجاله. حبيبي. هم جايين اهم يا بابا. ابعدوا يا جماعه ابعدوا. هاتوا هنا يا وجيه، ما تخافش عليه. حاضر يا نور. انا مش عارف ارد جمايلكم دي ازاي بس. ما تقولش كده يا ابني، ارمي هنا. ده واجب علينا. ما تقلقش على ابوك، ان شاء الله هيبقى زي الفل. يا رب يا عم تدرس. استريح يا عم عزيز. موبايل. خد يا وجيه. انا دلوقتي يا جماعه هجيب لكم كل اللوازم، ما تخافوش. هنتعامل مع ام عزيز كانه واحد من الحاره لحد ما يقوم ويقف على رجليه كويس. بشكركم كلكم. عطر كويس. استريح يا عزيز بيه، استريح. هات هنا. مش وقت الشكر دلوقتي، خلينا نركز في علاجك، اهم حاجه. هنا بس ماشي كده تمام. وانت يا دكتوره نور ما تقلقيش عليه، ومن هنا ورايح اعتبرني انا المساعد بتاعك والتمرجي كمان. بتعرف تدي حقن يا بابا؟ نعم. تعالى بس هعلمك، بس وحياتي عندك تتعامل معاه من بعيد. مش عاوزه هو يخف وانت ترقد مكانه. ما تقلقيش يا بنتي، وما تنسيش اللي بيقدم خير بيلاقيه. اكيد طبعا يا بابا اكيد، بس المهم نخلي بالنا. يلا يا رجال تعالى معايا يا ماجد. حاضر يا دكتور. يمضي على خير. ايه اللي داخل يا عينك؟ بقول لك ايه يا عم تدرس؟ خير يا ابني. ما تاخد يا راجل حط للراجل الغلبان ده انبوبه الغاز بتاعت الفريون ده. انت بتقول ايه؟ يا ابني حرام عليك، هو سخن قارك مش حران. يا راجل ده انا حطيتها لامي بقالها 3 ايام قطعت النفس خالص. انت فاكرك رياضي ولا ايه؟ مش كده يا ابني، حرام عليك، روح وديها الصيانه، روح وديها الصيانه. يا راجل هينفض يا راجل، بص هيموت كده.
حرام عليك يا راجل، روح اطمن على امك، شوف هحط لها ايه. انت اتجننت يالا انت ولا ايه؟ يعني وحش برضه. بس انت هيجي لك اليوم ونركبها لك قريب. اسكت. ابعد بعيد عني، ابعد بعيد عني يا عم بقى، بعيد عني. دايما اللي بنحسبه شر يثبت لما الوقت يمر، انه الخيرنا والتبررنا عمر إلهنا مراد بالمر. دايما اللي بنحسبه شر يثبت لما الوقت يمر، انه الخيرنا والتبريرنا عمر إلهنا مراد بالمر. امتى تركنا امتى نسانا، دي عصيته عليه حرسانا، بالبركات عمال يملانا، بمحبة بتفيد وتسر. امتى تركنا امتى نسانا، دي عصيته عليه حرسانا، بالبركات عمال يملانا، بمحبة بتفيض وتسر. شكرا ليك يا إلهنا الطيب على كل الأحوال، على الأحزان قبل الأفراح، على الفقر أو المال. شكرا ليك يا إلهنا الطيب على كل الأحوال، على الأحزان قبل الأفراح، على الفقر أو المال. شكرا ليك على عطاياك يا حنين كل الأوقات، دي شعور رؤوسنا اللي بتسقط، بتكون بإذنك ورضاك. شكرا ليك على عطاياك يا حنين كل الأوقات، دي شعور رؤوسنا اللي بتسقط، بتكون بإذنك ورضاك. دايما نظرتنا المحدودة بتنسينا ايدين ممدودة، بتقوي وتداوي وتسند، وبتفتح أبواب مسدودة. دايما نظرتنا المحدودة بتنسينا ايدين ممدودة، بتقوي وتداوي وتسند، وبتفتح أبواب مسدودة. امتى إلهنا تركنا حال
بتكون بإذنك ورضاك. انا تعبتكم معايا اول فتره اللي فاتت. ما تقولش كده يا عزيز بيه، ده واجب علينا. الفول بتاعك طعمه حلو قوي يا عم تدرس. الف هنا وشفا يا بيه. ده انت خدت جرعه فول انما ايه عسل. فول بس، ده فول وفراخ. انتوا عملتوا معايا حاجات كتيره حلوه. يا عزيز بيه، كلنا كلنا من القدره دي، تحس كده انها امنا وابونا. علشان كده اسم الحاره بتاعتنا حاره قدره. نبيه قوي ده، نبيه. الصراحة يا بابا الناس هنا فضلوا جنبك طول ال10 أيام، محدش فيهم سابك لحظة، وكل بيت من البيوت دي قدم لك حاجة. مع اني جرحتهم كلهم وجرحت كل البيوت دي. ايه يا جماعه اللي انتوا عاملينه ده؟ ابعدي عني. هي دي التعليمات اللي انا قلتها؟ هو انا مش قلت نبعد عنه؟ الف حمد لله على سلامتك يا عم عزيز، تحاليلك بقت سلبي، انت خفيت خلاص. يا شيخ فرج حضنينا. ألف حمد لله على سلامتك، مالكش دعوة بالطبق اللي واقف. ألف حمد لله على سلامتك يا عم عزيز. وأنا يا دكتورة أم خفت وبقت عالي العال. الف حمد لله على سلامتها. بقول لك إيه يا عم عزيز، ما تتجوز الولي أم دي وتخلصني منيها. مين ده؟ معرفوش، مش وقته يا عم عزمي. اصبر يا دكتورة ما تبوظيش الصفقة. أنت لو اتجوزتها ها أنا مش هقول لك يا عمي. هفكر. ما تتأخرش عليا. انا يا بنتي مديون ليكي بعمري، ومديون الحاره دي واهلها في كل لحظه في حياتي. مش هنسى الناس اللي قفلوا ابوابهم في وشي في عز مع انهم كانوا عايشين في خير. انسى يا عزيز بيه، ما تفكرش في الحاجات دي كلها. ربنا اديلك فرصه عشان ينور بصيرتك وترجع تاني تصلح وتصالح. عندك حق. وجيه، تعالى يا وجيه. نعم يا بابا. روح البنك وهات فلوس كتير، وادي كل بيت في اهل الحاره من اهل الحاره الفلوس اللي تكفيه. يلا يا وجيه بسرعه. حاضر يا بابا. استنى يا وجيه، هو اللي حاضر يا بابا وماشي يا بابا، ما تصبر يا وجيه. بقول لك ايه يا عم عزيز، هو انت هتديني الفلوس انا لوحدي ولا هتدهم معايا؟ اللي انت عاوزه. يبقى نروح نجيب الجوال. استنى يا شوال انت. يلا يا وجيه بسرعه. استنى يا وجيه يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده يا عزيز بيه؟ مش دي الطريقه اللي تشكرنا بيها. انت لغايه دلوقتي لسه ما فهمتش ان احنا اللي كل بنقدمه دوت بنقدمه محبه لله. انا مش قصدي حاجه، انا نفس الفلوس كنت هصرفها بشكركم بس بطريقتي. لا يا عزيز بيه، ومش دي الطريقه اللي تشكرنا بيها. احنا مش محتاجين فلوس. مش كل حاجه فلوس يا عم عزيز. صدقني الناس اللي عايشه في البيوت الفقيره دي هي غنيه بالرضا والسعاده والخوف على بعض. لو حد فيهم قال اي الكل هيتوجع لوجعه، واننا نكون وسط ناس خايفه على بعض اهم واحسن بكتير قوي من اننا نكون وسط ناس بتستغل في بعض. عندك حق، انتوا فعلا اثبتوا وانا اتشرف يا بنتي انك تكوني مرات ابني. بجد يا بابا؟ نور اصيله وبنت اصول، وبنات الاصول يسندوك ويقووك حتى لو حيطان الدنيا اتهدت عليك، هي هتعرف تحميك. ايه رايك يا نور يا بنتي؟ توافق ان وجيه يكون جوزك وانا اكون حماكي؟ وافق يا نور. وافق يا نور، خلينا ناخد الفلوسات. مش عارفه اقول لك ايه يا عم عزيز، بس على العموم الموافقه دي ما تاخدهاش مني انا لوحدي. دي الليله الموافقه دي تاخدها من بابا ومن اهل الحاره كلهم. ربنا يبارك لك يا بنتي. اصيله يا بنتي. الدكتوره نور بنتي جدعه بصحيح وهتوافق. وانا بسال اهل الحاره وعم تدرس،
موافقين يا حرم يا اناسبكم واكون انا وابني منكم؟ يا عم تدرس. مبروك يا نور. هو انت؟ ايوه ده انا مش هسيبك، خد هنا. امسك يا ابني. ابعد عني هتفيا كمان كورونا. انت بقى ما حدش هيسيبك من ايد الليل. ابعد عني. تعالى هنا. ابعد عني. مبروك يا وجدي. وادي يا وزير انت حلو النور ده ولا نزود لك النور شويه؟ تقول ما تكتب ماشي. تليفونك هنا معاك المحل. انا كنت تعرف بجد. الو يا دانييلا خش جوه. وسامح فين؟ سامح وهسيل. اوعى تخاف من الليل او من سهم الطير. اوعى تخاف من الليل او من سهم الطير. اطمن انا اللي معاك، اطمن انا اللي معاك. اوعى تخاف يوم من الصياد، انا اللي هنجيك. ولا وبا ولا حتى الامراض، انا هلمس واشفيك. اوعى تخاف يوم من الصياد، انا اللي هنجيك. ولا وبا ولا حتى الامراض، انا هلمس واشفيك. اوعى تخاف من الليل او من سهم الطير. اوعى تخاف من الليل
سهم يطير. اطمن انا اللي معاك، اطمن انا اللي معاك. شايف قلبك الملهوف والمتعلق بيا، اطرد من قدامك الخوف وتشوف صنع ايديا. شايف قلبك الملهوف والمتعلق بيا، اطرد من قدامك الخوف وتشوف صنع ايديا. اوعى تخاف من الليل او من سهم يطير، اوعى تخاف من الليل او من سهم يطير. اطمن انا اللي معاك، اطمن انا اللي معاك. مسرحية تأليف أستاذ أشرف عبده، إخراج المبدع الأستاذ أيمن صادق. شكرا ليكم طبعا، تعبناكم سهرناكم، بس احنا اتعودنا ان احنا نخلص 10 بالظبط ودلوقتي 10:05 معلش. نتمنى ان نكون فرحناكم ونكون قدمنا حاجه حلوه تبسطكم. الناس اللي متابعانا قريبه من المنطقه ان شاء الله، عندنا ضرب صليب لسنه 2023 هنقدمه يوم الجمعه 7/4 الموافق ختام الصوم في كنيستنا، كنيسه العذراء والبابا اثناسيوس دار السلام. احنا بقالنا كتير ما قدمناش حاجه جوه الكنيسه، فعاملين ضرب صليب مشترك فيه اكتر من 140 فرد ما بين كورال ومسرح، وطبعا انتوا عارفين بقى المكياج والصلب وحاجات كده حلوه ان شاء الله تعجبكم. نختم بيه الصوم وبعد كده نخش على اسبوع الاعلام. قبل ما نختم حابب طبعا اشكر كنيستنا كنيسه العذراء بابا اثناسيوس دار السلام، و كنيسه العذراء وبابا اثناسيوس دار السلام تبع الابراشيه المعادي، مطرانيه المعادي تحت رعايه نيافه الحبر الجليل الانبا دانيال مطران المعادي. بنبارك له، ده اول عرض لينا لفريق بابا كرولوس بعد نواله نعمه المطرانيه، فبنبارك له بنقول له لمدى الاعوام يا سيدي. نشكر ابونا اثناسيوس فوزي وابونا كرولوس نعيم وابونا يوسف عطيه وابونا بيمن، كان موجود معانا بس جاله مشوار. حاجه تبع الخدمه فين؟ فين ابونا بيمن؟ ماشي، كان جاله مشوار، هو قال لي ان هو جاله مشوار، فهو جه قعد معانا شويه واستاذن ان جاله مشوار تبع الخدمه. طبعا بشكر كل الامناء الخدمه اللي جم وشرفونا، بشكر كنيسه الانبا موسى الانبا كراس السايح بمصر القديمه، تعبونا كتير، تعبناهم كتير. النهارده شرفنا في الحفله الاستاذ مايكل رأفت، هو برضه اضطر انه يمشي، وشرفنا الاستاذ مجدي وهبه، المهندس مجدي وهبه عزف كمان. شكرا كتير لكل شباب مسرح الجيوشي، شكرا للدكتوره دينا وشكرا للاستاذ انطونيوس على تشريفهم، شكرا لشباب موسيقيين مصر القديمه. انا معلش مش شايف وما اكلتش من امبارح، انا اكلت لما قعدت اكل فول هنا، انا فعلا فطرت واتغديت واتعشيت هنا في العربيه بتاعت عامه تدرس. طبعا الفول ده طبيخ تصوني سهير. شكر خاص جدا للاستاذ بيتر مسؤول مسرح الجيوشي هنا فنيين، شكرا للاستاذ يوسف مهندس يوسف، شكرا للاستاذ جوني تعبوا معانا كتير، شكرا لسوني اماني عزت مصوره جات وتعبت معانا، شكرا للاستاذ مايكل عازر على الفقرات الترنيم الرائعه، شكرا حبيبي مينا على المونودراما الجميله،
شكرا استاذ عبد المسيح والد مهرائيل، تعبناه في حاجات كتير النهارده ودوشناه. شكرا لاستاذ هاني حلمي بابا الفريق. شكرا تسوني سهير ماما الفريق. حلو لما يكون عندنا في الفريق بابا وماما، على فكره هم شايلين عني حاجات كتير. شكرا لاستاذ كارلوس باندي والمدام بتاعته جم تنظيم النهارده، تعبناهم كتير برضو. شكرا بيتر ثروت، تعبناك يا بيتر معانا. انا خايف اكون نسيت حتى طبعا استاذ ريمون منير مصور الفيديو العظيم، مدير التصوير العظيم، ومعاه المجموعه بتاعته الهايله، كتر خيرهم على تعبهم وشكرا كتير. انا مش عارف الاسامي واحد واحد اشكركم، بس بشكركم واحد واحد باسمه، شمال ويمين وفي النص فوق، كلكم تمام. مين اللي فوق ده؟ جرجس جمال، عايزني اقول لك شكرا يا جرجس ولا ارساني؟ ارساني ايمن طبعا تعب في المزيكا. طبعا شباب في من فريق بابا كارلوس ناس كتير موجودين قاعدين تحت، وفي خدام من كنيسه العذراء دار السلام كتير قاعدين، في زمايلي في شركه انتراكت تكنولوجي سوليوشن صحابي من الشغل موجودين. في مين تاني؟ مش شايف. استاذ جوزيف سمير طبعا تعبنا كتير في حاجات كتير، طبعا شكرا ليكم يعني احنا تعبناكم. استاذ وجدي وكرولوس باندي قلت وتصوني. وجدي عطيه فين؟ طب تمام شكرا يا وجدي. مين تاني؟ خلاص، وكل الناس اللي كانت شاركت معانا في الحفل دوت. شكرا لمراتي واخواتي شجعوني كتير وعيلة جواز اخواتي اللي جايين يشاركونا الحفله، شاكرين. ربنا يفرح قلبكم يا رب، وان شاء الله نشوفكم يوم 7 ابريل. وبشكر كل كورال اللي كان مصاحب الاستاذ مايكل عازر، ولاد خدمه كنيسه الانبا موسى الانبا كراس، بجد بشكركم كتير. اشكركم، اتفضلوا. نعم، لا احنا عندنا بروفا بكره الساعه 7 عشان هنشتغل ضرب الصليب، ما عندناش اجازه. يلا نصلي وتفضلوا عشان نتقابل بكره. شكرا دانييلا، شكرا لولو. فين إلينا حاتم فين؟ مشيت؟ تعالى يا لولو، تعالى. اتفضلوا نصلي، وبعد ما نصلي اشكرك. يا ريت نفضي القاعه بسرعه بس. شكرا يا إلينا، حد يسقف لإلينا، حد سمع الترنيمه؟